بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماهير شعبنا السوري العظيم، أيها الإخوة الثوار، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها ثورتنا المظفرة ولما يمر به بلدنا الحبيب من محن عصيبة لم يسجلها التاريخ من قبل من تآمر دولي، وخاصة الدعم اللا أخلاقي من حكومة الاتحاد الروسي والاشتراك في عمليات القتل من حكومة إيران ومن يدور في فلكهما، حيث نشهد عجزا دوليا مخزيا وتخاذلا لحكومات ومنظمات عربية وإقليمية ودولية، إذ تقف مكتوفة الأيدي بوجه كل هذه المجازر البشرية والتدمير المنهجي للبنى التحتية والتهجير القسري لأبناء شعبنا الذي تقوم به عصابة الأسد الحاقدة، والعالم يستنكر بعبارات باهتة دون إدانة دولية واضحة أو موقف إنساني أخلاقي لردعها، ولتعدد قوى الحراك الثوري داخل سوريا الحبيبة ومنعا لأجندات خاصة تؤدي إلى فرقة البلد وصوملته. لهذه الأسباب كلها اجتمعت القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية يومي 28 و 29 آب للعام 2012 ميلادي، وقررت ما يلي: أولا، تنصيب اللواء الركن الدكتور محمد حسين الحاج علي قائدا عاما للجيش الوطني السوري. ثانيا، تصبح تسمية الجيش الوطني السوري اعتبارا من تاريخه الاسم الرسمي بدلا من القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية. ثالثا، تطلب قيادة الجيش الوطني السوري من جميع أبناء الثورة عسكريين ومدنيين الانضواء تحت قيادته من أجل توحيد العمل الثوري العسكري لإسقاط عصابة الأسد ومن يدور في فلكها وحفظ الأمن والأمان في سوريا بعد سقوط عصابة الأسد المجرمة تحت مسمى واحد الذي يحافظ على وحدة الوطن بجميع مكوناته وكامل حدوده. رابعا، يعمل تحت قيادة الجيش الوطني السوري كل من يلتزم بأوامرها وينفذ تعليماتها بكل ما يتعلق من أعمال ثورية لإنقاذ وطننا الحبيب من براثن عصابة الأسد بأسرع وقت ممكن. خامسا، نطلب من كافة الدول الشقيقة والصديقة وكافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية المحبة للشعب السوري والداعمة للثورة السورية الاعتراف بالجيش الوطني السوري كممثل شرعي وحيد وكيان موحد للحراك الثوري المسلح من عسكريين ومدنيين في سوريا. سادسا، إن قيادة الجيش الوطني السوري لا تخضع لأي تيار سياسي أو حزبي أو ديني أو عرقي، وهدفها إسقاط عصابة الأسد للوصول إلى دولة حديثة تعددية ديمقراطية تضم جميع التيارات والأحزاب السياسية التي تعمل تحت سقف الوطن وفق أطر تحددها صناديق الاقتراع وفق المعايير الدولية. عاشت سوريا حرة أبية، والله ولي التوفيق. حرر بتاريخ 3 أيلول 2012، وشكرا لحضوركم.